في البدايه محتاجين نعرف يعني ايه كنترول، وده طبعا هيسهل علينا اللي جاي بعد كده. الكنترول بكل بساطه هو عباره عن خطه او استراتيجيه انت بتحطها سواء كان الروبوت او الاله وبتمشي عليها. لو اتبعت الخطه اللي انت عايزها ديت يبقى انت كده عملت كنترول. خلينا ادي لك مثال بسيط. لو انت خدت واحد صاحبك ورحت لعبتوا جيم بلاي، الاول انت بتيجي تحدد مين الحارس، مين الهداف، مين الدفاع، مين الجناح الايسر، مين الجناح الايمن. وحتى بعد ما تحدد الكلام دوت وتخش في المباراه انت بتبدا هتباصي وهتشوط والكلام ده كله، فانت متحكم في كل شيء. ده بالنسبه لنا يعتبر الكنترول. وهديك مثال بسيط. عندك في البيت لو عندك مثلا تكييف، تيجي تديله الامر ان هو عايزه يوصل لدرجه حراره 22 او يبرد لك المكان يخليه يوصل ل 22، فبالتالي هو تلقائيا بيروح يشوف درجه الحراره الفعليه سواء غرفه النوم اللي انت قاعد فيها او الصاله، ويبدا يقارنها بدرجه الحراره اللي انت مدخلها له، يشوف هل هي اعلى هل هي اقل، بحيث على اساس بقى المقارنه اللي هو اللي بيعملها دي بيبدا ياخد الاكشن سواء كان هيسخن الاوضه او هيبدا يبرد. ده مثال واقعي عندك في البيت. ده كده بكل بساطه معنى الكنترول.